عالم تشوف تيفي من مصدر مطلع أن مجموعة إيموراجي الكوميديا تعيش وضعية صعبة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد قرار أحد أعضائها البارزين مغادرة المجموعة واستقرار بفرنسا أو بإحدى الدول الأوروبية بدل العودة رفقة باقي الأعضاء إلى أرض الوطن. وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالكوميديا عبد الحق الخديوي أحد خريجي برنامج كوميديا، مشيرا إلى أن الخديوي استغل تواجد مجموعة إيموراجي بفرنسا ليقرر الهروب والانسحاب للاستقرار بفرنسا أو بإحدى الدول الأوروبية. وأكد ذات المصدر أن المجموعة التي تعيش أزمة مالية حادة اضطرت إلى إزالة صورة الكوميديا عبد الحق الخديوي من الملصق الخاص بجولتها الفنية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الأخبار.